ليه ما عملتش العمليه في مصر طالما نزلت مصر؟ طيب أنا ما عملتش العملية في مصر أولًا عشان عندي تأمين هنا، والتأمين شال معظم فلوس العملية، فأنا دافع في العملية $1000. في مصر كنت هادفع أكتر من كده بكتير، تقريبًا 3 أضعاف الرقم، دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية في مصر الدكاترة بقوا تُجّار، إلا من رحم ربي، وزي ما إحنا بنقول كده إيه، الحسنة تخُص والسيئة تعُم، والسُمعة بقت وحشة أوي في مصر بسبب التُجّار اللي موجودين. يعني الدكاترة زمان كان عندهم رسالة، دلوقتي بقى عندهم target. فالموضوع بقى business، بقى أكتر من إن هو رسالة وإن هو بيأدّي عمله وإن هو بيحاول ينقذ حياتك، بقى business. وهتدخل ولو حصل مشكلة في العملية هيقول لك والله أنا عملت شغلي والعيب عندك، أنت اللي ما اهتمتش بالعملية، أنت اللي حصل لك وحصل لك وحصل لك. فهتدخل في دوامة إن هو لو اعترف بغلطه يبقى هو بيعترف إن هو غلطان ويدخّل نفسه في دوامة، لأ هو هينكر غلطه ويكابر في الغلط ويقول لك مش ذنبي، وتدخل في قصة كبيرة أوي. فأنا ريّحت دماغي من الكلام ده كله وعملتها عند الدكتور أنا متطمن له، ولو حصل لي أي حاجة فأنا القانون ضامن لي حقي في أمريكا، والدكتور هيتوقف عن العمل وهاخد تعويض وهيتصلح مناخيري وكل حاجة هترجع تمام زي ما كانت. فليه أريّح، ليه أبعد عن راحة بالي وأروح لحاجة توجع لي دماغي لمجرد إن أنا أعملها هناك؟ أنا عملتها هنا ونزلت تاني يوم على مصر على طول. رُحت شُفت أهلي وبتاع وارتحت وخدت كل اللي أنا عايزه. أنا خدت الحلو من هنا على الحلو من هنا، خدت أهلي والاستجمام والراحة وأخدوا بالهم منّي، وأخدت الحلو من أمريكا إن أنا خلّيتهم يعملوا لي العملية ونزلت على طول، بس ما فيش ضرر يعني. وعارف إن في ناس هتدخل تهاجمني، بس معلش عادي. أنتم ما بتعترفوش بأي حاجة غلط، فتمام.